السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه رأيكم بقى في كيك الماربل اللي بالزبدة اللي تحفة، اللي ريحتها تقلب الشارع التاني؟ عايزة اقول لكم عملت كيك ماربل طلعت تحفة، انا على طول بعملها بس قلت اصورها واعملها معاكم. في لو تكات مش عارفينها، في حاجات طبعا احنا كلنا شاطرين وامامير وايه. فتعالوا اوريكم طريقتي، ولو عندكم طريقة تانية كمان بتخليها احلى واحلى يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. بصوا بقى، بسم الله واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كده نصلي على النبي. جبت في الخلاط بتاعي، نزلت بنص كوبايه من الزبده، زبده عاديه بدرجه حراره المطبخ، تمام. ونزلت عليها بالفانيليا، ونزلت عليها بربع كوبايه من الزيت، ونزلت عليها بكوبايه وربع من السكر. اضربي كل ده في الخلاط بتاعك، تمام. بعد كده جبت 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ برضو، حطيتهم وتضربيهم لحد ما يطلع معاكي الفوم الابيض الجميل ده. اهم نجاح سر الكيك اللي انت تضربيه ضربه جامده جدا جدا جدا. وجبت كوبايه من الحليب دافيه، لسه برضو انا هنا كنت في المرحله دي كان الخلاط شغال جنبي عمال يضرب، اريح واضرب اريح واضرب. هنا حطيت كوبايه الحليب بتاعتي في الخلاط وضربت برضو ضربتين شداد شداد. اهم حاجه الخليط بتاعك يبقى ابيض ابيض ابيض. وحطيت برضو مع الخلاط بتاعي، حطيت معلقه من الخل. يبقى حطينا معلقه من الخل، 3 بيضات، كوبايه وربع سكر، نص كوبايه من الزبده، ربع كوبايه من الزيت، والفانيليا طبعا بتاعتنا، ومعلقه من الخل عشان تديك البياض الملعلع كده الجميل ده. وهنديله الضربه، بصي تخليه ابيض ابيض ابيض. وجبت معايا كوبايتين وربع من الدقيق نخليهم كويس جدا. وجبت باكت بيكنج باودر شيف. وجبت معايا 3 معالق من النشا، ورحت ضربهم زي ما انتم شايفين كده في الخليط. وتشوف الخليط طبعا قصادك هتشوفيه محتاج ولا مش محتاج. محتاج لبن تحط حبه، محتاج دقيق تحط حبه. اخدت حبه من الخليط بتاعي ونزلت عليهم ب3 معالق من الكاكاو اللي هو الاسبين اللي هو الخام. انا عن نفسي بحب الفانيليا اكتر شويه من الشوكليت. وقمت جايه هضربهم بقى كويس 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 في الخليط بتاع الكيك الابيض. هتلاقيه تقيل معاك يا ست الحلوين، نزوده بحبه من اللبن بتاعنا. كده تمام كده. جبت القارب بتاعي، عايزه الكيكه تبقى بتاعتك حلوه قوي من تحت ولها طعم عليك، وتبدريها كده بالزبده وحبه الدقيق. الزبده مش الزيت يا جماعه، بتبقى خرافه. نصلي على النبي كده عشان ما ننساش عليه الصلاه والسلام. وقمت جايبه القارب بتاعي وبقيت احط حبه ابيض حبه اسود، تبداي بالابيض عشان يومنا بابيض كده وفل. حبه ابيض حبه اسود لحد ما انتهيت. وقمت جايبه بقى شوكليت شيبس، حطيت عليهم حبه دقيق، ببدرتهم علشان ايه؟ لازم يتبدروا عشان لو مش متبدرين هيحرقوا لك الكيكه. فقمت مبدراهم وحطاهم كده على الوش. وطبعا اوريدي احنا قايدين الفرن بتاعنا على درجه حراره 180، فرن سخن. واحنا بنعمل اول ما تشاور عقلك هتعملي الكيكه الفرن يبقى سخن. وتقومي بقى مدخلاها، وتقومي بعد كده بقى مطلعاها. هتاخد منك يا ست الحلوين 40 دقيقه بالحكايه كده بالظبط. هتدفي الفرن وتسيبيها جوه قيمه 3 4 دقائق وتطلعيها. تسيبيها قيمه ساعه كده عشان تطلع معاكي بالجمال والحلاوه والطعامه اللي قدامك. عندك زبيب حطي مع الشوكليت، عندك فواكه المجففه حطيها. بصوا بقى، بصوا بقى الزبده قلبها، قلبها بجد بامانه قلبها. عايزه اقول لكم تحفه، طلعت جميله قوي. عندي الاولاد يعني هم مش هاويين اصلا الكيك، فبس دي بقى اكلوها. وبالذات بقى خدوها بقى مني نصيحه، يا سلام لو حطيتها في التلاجة بقى وتاكليها تاني يوم الصبح، ممتعه. تنسونيش تدعموني باللايك وكومنت حلو منكم.